Sprechen Sie Deutsch? Ja, 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 ja. Gut, 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 gut. Guten Tag, 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 Tag. Scheiße, Scheiße. Ja, ja, السلام علينا wunderbar. وعليكم ورحمة الله وبركاته بحلقة جديدة من حلقات كورس الألماني مع فوفق وحسن ده اللي هو أنا يعني طبعا. النهاردة الحلقة 23 والحمد لله يعني فضلنا الأسبوعين كده ما نزلناش فيديو جديد فقررنا أخيرا نسجل الفيديو اللي عليه الدور. طيب قبل ما نبدأ بشرح الجراماتيك وأنا عارفة إن إحنا مستعجلين على شرح الجراماتيك والجرامر عموما اللي إحنا هنستعمله في الألماني زي النوميناتيف أكوزاتيف داتيف والليلة الزفتيف اللي احنا هنخش عليها إن شاء الله. ولكن قبل ما أخش على الكلام الجميل ده كان لازم كام معلومة كده أو كام إيه شجرة كلمات معينة لازم نبقى عارفين، زي مثلا النهاردة أنا محضرة لكم أو مظبطة لكم في صال. المرة اللي فاتت لما اتكلمنا عن ازاي فاشتلهم أو تعريف النفس، لو أنت أول مرة بتشوفنا ارجع بقى كام خطوة لورا كده شوف الدنيا عاملة ازاي. أنا مرتبة لك القايمة هتلاقيها بلاي ليست A1 أو A1 لو انت لسه اول مره ما تعرفش الالماني قوي يعني، فهتبدا تفتح البلاي ليست وتشوف الموضوع ماشي ازاي. النهارده الاعداد من 0 ل 10، فانا كاتباها لك die Zahlen von 0 bis 10. die Zahlen von 0 bis 10. بيس ولا بس بقى بس مش بيس. بس انا سمعتها بيس حرف الاي بيبقى بالكسر، لا ما هو مش ايه. يعني انت هنا لو بصيت دي Zahlen ما قلتش ده Zahlen مثلا، لا دي Zahlen. ليه؟ لانه هي اي وبعد كده حرف الاي. لو انت مش عارف الالفابيت فهترجع برضو الاول للفيديوز اللي في الاول تراجع عليه. يبقى هي بس مش بيس، ده المفروض. طيب انا سمعت الالمان بيقولوها بيس. والله يا باشا احنا قلنا حته اللهجات او زي ما احنا قلنا عندنا في مصر في لهجه القاهره وفي لهجه الفلاحين زي الشرق وعندنا. فانا لما اجي اقول لك اهو شوف انا بقول لك ايه، بكلمك بحاجه اسمها الهمزه. بيقولوا لي انت بتتكلمي بالهمزه. بقول لك في الفلاحين مع كامل احترامنا ده مش غلط يعني. بقول لك الصعيد عجول لك ده لو هو صح يعني في الصعيد زي ما انا بقول يعني. هاقول لك يا واد عمي مش عارف أنت تخبّرنا مش عارف إيه. لهجات، في اختلاف لهجات. طب اللهجة الtop أو الstandard أو الحاجة يعني المحترمة، خلاص خلّيها بس، مش bis. die Zahlen von مش von. ف das ist V. دي يعني حرف الV مش von. لأ von غلط. von 0 bis 10 يعني الأعداد من 0 ل10. أنا هاقراها لك واحدة واحدة الأعداد من 0 ل10. والفيديو النهارده هيبقى خفيف خالص ما فيهوش أي حاجة. هناخد 3 حاجات من 0 ل10 أو 0 ل10 بالعربي لسه بنقولهم. وبعد كده هتاخد كام سؤال على الحاجات المرتبطة بأول 10 أرقام لازم تعرفهم. لو أنت لسه مبتدئ لازم مهم إن أنت تعرفهم. والحاجة التالتة طبعا فيديو ايزي جيرمان، لأن أي جراماتيك هنشرحه إن شاء الله هنمشي في السلسلة دي. يعني نستعمل أو نستخدم، هي طلعت بايظة، فيديوز ايزي جيرمان للشرح أو للتطبيق. إنه لازم تسمع حد ألماني بينطق عشان تظبط النطق بتاعك والأوسبراخة تبقى فعلا مظبوطة. ما شاء الله بنسمع على التيك توك بلاقي فيديوز بالهبل، كل واحد يطلع يستفسر لك كلمتين. انا بجيب لك الفيديو الالماني وبقول لك انطق زي ما هو بينطق بالظبط. انا لو غلطت هم مش هيغلطوا لان هم المان، زي ما بنقول كده ايه، المان صرف، ملهاش حل تاني. شاهد فرخه مش قالها وراك علو. المهم نخش على الارقام. زيرو او الصفر، نول نول. نول طبعا في ناس بتعمل سكيب للصفر مش عارفه ليه، مع ان رقم من التليفون بتاعكم كله زيرو. انت رقم من تليفونك طول يعني طالما انت مصري معلش لساني معوج شويه مش عارفه ليه. ممكن يكون عشان مثلا خلاص الكورس من شويه فتحس وعايزه انام. انا بصور الفجر اصلا بس ماشي. لسانك لسانك ايه؟ احنا كنا بنحكي فين؟ انا نسيت في وسط الكلام، انا المفروض اتعالج من زهايمر. المهم احنا بنحكي على الزيرو، كنا بنتكلم على الزيرو. فانت رقم تليفونك بيبدأ بزيرو ايا كان بقى مصري مش مصري، ايا كان رقم تليفونك ففي الغالب هتحتاج رقم الايه؟ الزيرو او الصفر. بلاقي الناس ما بتخش على واحد على طول. طب والزيرو ده يعني مش تبعنا، مش تبع العيلة. المهم
يبقى 0 يعني نول أو 0 يعني نول، 1 يعني اينز. سمعت أنا قلت إيه؟ اي مش إنز، لا اي ارجع بقى للقواعد النطق اللي فاتت شرحناها. اينز ما قلتش اينز عشان انا بتجلط في الكورس اقول له قول اينز يقول لي اينز. انت بتشرب البتاع بتاع الكاتشب ولا ايه؟ بعرف من الكاتشب الصراحه. اينز دي مش هتنفع، غلط. مش همشيها لك، لا مش هينفع والله. لو هتدفع رشوه همشيها لك، من غير رشوه لا مش هتنفع. يبقى اينز نول، اينز نول، اينز 2 2 ست. عارف التعابين؟ كلنا عندنا تعابين في حياتنا الحمد لله. التعابين بيطلع او التعبان بيطلع لسانه سفاي. لو انت شاطر وانت بتذاكر ادي الاي كده تعمل علامه صغيره، وهنا نفسها اتكررت اهي، وهنا كمان هتتكرر. لو انت بتذاكر المشاكل اللي بتجيلك بالاي ولا ايه تبدا تتوه بقى وتحسسنا ان انا مش كريم، انا كرم انا كرم انا مش كريم، وتبدا تتوه وتحسسنا ان انت معاك 2 توأم. يا باشا طب ما انت معاك الارقام اهو، وانت هتنطقها وتعود على النطق بتاعها وخلاص. سجل ملاحظاتك من من الكونتنت او الحاجه المحتوى اللي معاك. يعني عشان هذاكر قواعد النطق اصل حرف الاي لما بيجي بعده حرف الاي بينطق ويلفظ مش عارف ايه، مخنا يا عم الجو حر، مش هنخلص. لا خلاص انا خدت النطق هنا خلاص، يبقى بلاقي حرف الاي قدام حرف الاي فاي. اينز سفاي، اي سفاي زفاي غلط. معانا اخونا محمد ما شاء الله هيجذبني في الكورس اقول له بقى لنا 3 مستويات. حرف الست عنده ضايع، وحرف الفاو فون يقولها لي فون، وسفاي يقول لي سفاي. 2 هيجلطني ما شاء الله. المهم 3 يعني تسغاي، zwei, drei, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. عملت الجدول ومروق لك الدنيا، مش هبعت الملف على التليجرام عشان بنتسرق كده يعني. الدنيا حلوه. 4 يعني في في لاحظت هنا حرف الاي اهو وراه حرف الاي، اروح اعمله بلون عشان اشوف لون كده يبقى ايه ظاهر وواضح. اعمله لك ازاي؟ مش نافع، مش نافع. اعمله لك كده عشان تتميز، عشان بس بتاع لونه ازرق فازرق فازرق مش هتشوف، او انا مش شايف مش مشكله. 4 يعني تاني في، مش في الفاو ف. انا اسمي فاطمه، ما تقوليش يا فاطمه، ما مش هتقولها لي، لو قلتها مش هرد عليك، لو مش اسمي فاطمه ما فيش حاجه اسمها فاطمه، هي فاطمه. ف ده فاو، حرف الفاو سبحانك يا رب، مش فاو عشان الجلطات، مش فاو ما فيش فاو. فا 5 خمسات الرجاله اللي في مصر، والله ما اعرف يكون لسه موجوده ولا لا، بس هي ايام الولد الله يرحمه فا 5 خمسات او 3 خمسات مش فرق. فا في فير لا، فير لا. النطق التاني ايه ما مش فاكره. المهم دي الغلطات، عشان الفلسطينيين اخواتنا بيقولوا الاغلاط، لسه كنت في سيشن معلش. المهم في، يبقى تاني بعدها لك علشان اللوك كتير. 0 1 2 3 4. خش على رقم 5 وده اللي عاملين عقدة ومشاكل، مش فونف ولا فنف، هتجلط. ف فنف ف فنف كأنك بقى دخلت على ايه فرنش شوية. ف فنف هوريك الفيديو دلوقتي يا رب بس ما يعملوا لنا حظر على هوريك ايزي جيرمان يعني، يا رب ما يعملناش حظر على الفيديو بتاعنا، ولو عملوا حظر هحذف لك الجزء اللي فيه ايزي جيرمان، وانا كده كده هحط لك اللينك بتاعه هيبقى في الديسكربشن، روح افتحه اتفرج عليه واستخدم الاونتاتيتل او السبتايتل وابدا يعني شوف بيتعلموا ازاي او بيتكلموا ازاي وتابع. تمام الحمد لله ضربه كمان ماشي. 6 زكس. السؤال بقى العبقري، ايه صوت الاكس اللي انت قلتيه او صوت الاكس اللي انت قلتيه؟ دي منين ازاي يعني؟ ده انت بتقولي زكس يعني مش زش ولا زخس، ما هل سي ها شين او او خ، اقول لك لا سي ها وراها الاس
في الغالب ما تاخدش الألماني قاعدة ثابتة، لأن الألماني ما شاء الله ما عندوش ثوابت، فظيع الألماني. فما تقوليش إيه زيش أو زيخس، فالش، غلط. هتقولي زكس، زكس، مش سكس، هي مش زكس. بلاش تقولي عشان في حرف فوكال او كونسونانت او فاول او مش عارف ايه جه بعد الاس فيلفظ كذا، ولو جه بعده حرف الايه يلفظ كذا، لان انت مش بتدرس linguistics، انت مش لغوي عشان تدرس حاجه زي كده. انت هتزهق في عيشتك وهتكره الدنيا اكتر ما انت كارهها، وممكن تقوم تنتحر وتخش النار. فليه يا حبيبي الحاجات دي كلها؟ شوف الكلمه بتتنطق ازاي في الالماني، وجرب تحاول وتقلد زيهم، وامشي واحده واحده. وهنتناقش في شويه حاجات في الفيديوز اللي جايه هنشتكي منها، الحاجات اللي في الكورس كلها هطلعها لك هنا. هبعبع هنا بقى عشان دي ايه، فلوسي، النت بفلوسي والمنصه بفلوسي، فانا هبعبع بقى. اللي مش عارفه اقول لهم في وشهم اقول لهم كده عشان يجوا يسمعوا يقولوا انت بتقصدينا احنا، انا عارفه انا الحته دي. المهم 7 يعني زيبن، زيبن. انت خدت بالك ان انا كتبت صوتي في الاخر ما قلتش زيبن، البن اللي في الاخر دي لا. على فكره بن في التركي يعني انا تقريبا على حسب انا كنت فاكره يعني. لا مش هتبقى زيبن او سيبن، برضه السيبن غلط. زيبن البن اللي في الاخر غلط. ليه؟ عايز تنطق نطق فيه شياكه، زيبن، زيبن، واكتم الصوت في الاخر. انا عارفه ان انا بستخدم تولز حقيره عشان هي مجانيه، فبيخلي لك الصوت الصوتي بيطلع صوت كرتون ما شاء الله. يعني ده مش الصوت الحقيقي في الغالب، يعني انا بحاول اظبطه، بس لغايه ما ربنا يكرمنا يعني وينعم علينا ونبقى نجيب ايه، تولز او ادوات لطيفه شويه، او يبقى فيه صرف وتكليف اكتر من كده. كده كده كل ده انا هرجع اعيده تاني، بس لما ايه، لما الدنيا تظبط شويه. المهم 8 يعني اخت، اخت، اخت. 9 يعني ناين، ناي، ناين. خدت بالك انا نسيت اعمل لك حاجه مهمه جدا، حرف الاي ايه اهو، الونه لك هنا كده. اصل السي هنا اتنطقت خ، طب هي ليها قاعده امتى شين امتى ها امتى اكس؟ لو هي صوت الاكس او الاكس عارفين نطقين صح، اكس او اكس، لو وراها اس في الغالب. طيب بقيت بقى القواعد اصل بتتنطق شين، اصل بتتنطق خ، القاعده في الغالب بيبقى فيها شواذ كتير، وانت هتعرف في حياتك اسمع الكلمه بينطقوها ازاي. اكيد لما اقول لك 8 يعني مش تقولي قشط، هتشقط ايه، مش ناقصه قشط خالص جو حرف. لا اخت، انت سمعتها اخت خلاص، سمعتها اخت. طب نسيتها ارجع اسمعها تاني، ملهاش حل تاني، ما توجعش راسك. المهم 9 يعني ناين، ناين الاي او اي. طب اي، فاكرين شريف منير في المسرحيه؟ طب قول لي اي بقى، اي، ناين، ناي، ناي، ناي اصلا يعني جديد اصلا. كلمه نيو او نو، لو انا بتكلم بالامريكان اكسنت نو كده يقول لك نو، عشان الامريكان، عشان الانجليزي عامل لي مشكله. بس نو، نو يعني جديد. المهم كلمة نوي يعني جديد بالألماني مش إنجليزي، ما تتوهش مني وتسيح في الزبدة، لا خليك معايا. نوي، نوي أصلا يعني جديد بالألماني، تمام، ما تسرحش. حط لها لأنه في الآخر تبقى نوين، نوين رقم 9. وآخر رقم معانا النهاردة هو تسين، مش زين، مش زيهن، غلط، حرف الها في النص. اوعى تنطق، ما تقوليش جيهن، اسمها جين. طب انا بقول جيهن وسمعت الامام بيسمعوا، قلنا لهجات بقى، ما خلاص بقى ما تقرفناش في عشتنا عشان في اطفال بيتابعونا، مش عايزين نطلع الحر عليكم في الفيديوهات. يبقى تسين، سين، مش زين. زين ده اسم واحد، ابنك او اخوك او خطيبك او معرفش، يعني انت شوفي زين بالنسبه لك هيطلع ايه، ده غلط بقى. احنا مش عايزين زين خالص دلوقتي، خليه في حاله. خشي على تسين، ده حتى كانوا بيقولوا واحنا في ثالثه ابتدائي، رابعه ابتدائي، في الدراسات الاجتماعيه اول درس درسناه كان حاجات في الدول الافريقيه تقريبا، وبيقول لك دبانه التيسي تيسي. كانت الدبانه دي مش عارفه ده كان كلام بجد ولا كانوا بيستهبلوا علينا عشان احنا كنا اطفال. فالمهم دبانه التيسي تيسي كانت دبانه لو قرصتك تنام تخش غيبوبه نوم. فافتكر التيسي تيسي بقى، وتسين، سين مطر، افتكر الموتزاريلا يا باشا. خلصنا الارقام الحمد لله، وتعالى نشوف استعمال الارقام. انت خدت فنون، دلوقتي اقدر اقول لك بقى فنون بس سي، يعني من الزيرو لل10. اعمل ايه بالارقام؟ هي ناقصه يعني عتها على الصبح او على المساء على حسب ما انت بتشوف الفيديو، اقول لك اتقل على الرز وتعالى شوف الارقام دي تستعملها ازاي. اول سؤال انا كاتبه لك اهو، احنا خدناه قبل كده، لو انت مش فاكره ارجع له تاني. في الت بس دو،
في الت بيست دو، يعني انت عندك كام سنه؟ في الت بيست دو، تروح تستعمل الارقام، تقولي وانت فاكراني صغير عشان تقولي لي من 0 ل 10؟ يا ست انا عندي 37 سنه يا باشا. هنكمل باقي الفيديوهات بقى على الرز، اصبر صبرا جميل. المهم يبقى ich bin وتحط رقم من الارقام اللي فاتت Jahre alt كتدريب عشان تستعمل الارقام. عايزين كده الدنيا تمشي حلو. بعد كده السؤال التاني، نمرة تليفونك كام؟ اطلبني يلا اوام. دي اغنية، احنا هنستعمل الاغنية وهنكمل بيها في الالماني. فبيقول لك نمرة تليفون حضرتك او نمرة تليفونك، مش هتفرق معايا. هنا كلمة إيغا لو حضرتك، وداينا لو تليفونك عادي. احنا عارفين بعض الدنيا ايزي بيزي، فهتقول داينا. لو احنا لا انت مش هتصاحبني يا ابني، مش هتخش تعمل فيها اخويا او ابن عمي، فتقول لي إيغا لو سمحت. تمام؟ تمام. حاجة تانية تخلي بالك منها، هي هنا في مش بس. يبقى السؤال عن أي حاجة فيها كلمة نوما وأنا قلتها في الفيديوز اللي فاتت أو في الفيديو اللي فات تبقى في. تليفون نوما، هاوس نوما، أي حاجة نوما في. تمام. يكون إيغ. طب ليه حطينا حرف الإيه؟ في حاجة في البوسيسيف ارتكل لسه هنشرحها إن شاء الله في الجراماتيك اللي هنبقى نتكلم فيه، مش دلوقتي. بس عشان إيه؟ يعني تبقى عارف إنه عندي كلمة نوما يعني رقم، أداتها دي، العصاية بتاعتها دي نوما. تمام. فأنا باخد نهاية الأداة دي على الكلمة الأخيرة بس. طب ليه حرف الإيه مش كانت إيه إن أو إيه إم أو مش عارف إيه؟ لا دي هنشرحها بقى بالتفصيل عشان ما تتوهش مني. طب أنا مش فاهم أنت بتقولي إيه أصلا، مش مشكلة خلاص. زي ما هي كوبي بيست. لما تسأل واحد عن رقم تليفونك كام، تليفونك يبقى في اس داينا تليفون نوما. لو تليفون حضرتك يبقى في اس إيغا تليفون نوما. دي ما فيهاش مشكلة. طب أنا مش عايز تليفون وعايز استعمل كلمة تانية زي كلمة هندي، هي مش هاندي اللي بيستعمل قواعد نطق، واقول لك قواعد النطق اغلبها ما بتطبقش اصلا عشان الجلطات. مش هاندي نوما، اسمها هندي. افتكر واحد هندي، هندي نوما. في اس ايغا اوزا داينا هندي نوما. تليفون هي هندي، ما فيش فيها مشاكل، والاتنين صح والاتنين شغالين. ماينا تليفون نوما است، وابتدي اقرا الارقام. ده رقم الواتساب بتاعي اصلا. 0 1 0 9 2 1 7 4 5 2 4. السؤالين اللي ممكن تسألهم هنا، أو مش سؤالين، خلينا نقول سؤال. أنا بقرا رقمي بالعربي أصلا 0 109 217 45 24. هتختلف لو قريتها رقم رقم عن 3 أرقام أو رقمين؟ لا مش هتختلف زي العربي. شوف أنت عايز تقرا إزاي واقراه. لما ناخد باقي الارقام وبقراه بقى 109 217 21 74 اللي نفسك فيه بقراه، مش هتفرق معايا. تمام. المهم ان هي ماينا تليفون لاين. طيب في سؤال حصري عند اف اف اي جيم طبعا، اللي هو حضرتي المالك والاداره والماركتنج وكل المصايب السودان اللي بعملها. فالسؤال اللي محدش اتكلم عليه خالص وبيستعمل في الاوديوز او بيستعمل في المانيا عادي، لما اسالك سؤال زي كده واقول لك في lautet ihre او deine Handynummer، سواء هندي نمرة سواء تليفون نمرة، فبستعمل الفيرب lautet. محدش قالها خالص خالص. طيب هي lautet صح ولا غلط؟ صح. طب مستعملة ولا لا؟ مستعملة جدا جدا، وتبين ان انت صارف مكلف في الكورس بتاعك. يبقى في lautet ihre Handynummer وده deine Handynummer، يعني رقم تليفونك كام. meine Handynummer lautet، او لو جاوبت باست بعد كده صح برضه. يعني لو سالتك قلت لك في lautet ihre وده deine Handynummer، وانت رديت عليا وقلت لي meine Handynummer ist، ما قلتش lautet، صح مفيش مشاكل، لان هي يعني تعتبر واحد. بس يفضل يعني لما اسالك سؤال بفاب معين رد عليه بنفس الفعل، خصوصا لو في امتحان بس، وهتقرا نفس الرقم مفيش فيها مشاكل. تمام. خدنا 20 دقيقة بالظبط في تسجيل الفيديو، يا رب بس نعرف نقطع فيه شوية كده. خلصنا الايه النظر اللي انا كنت عايزه اعمله. فاضل بس ناخد دقيقتين 3 كده من ايزي جورني بس، مش هاخد حاجة تانية. هفصل ده وافتحه بس سريعا وهجيلك عليه على طول. اهو جبتهولك، انا مش هتنفس، انا هفتحهولك. لو في بس ترجمة سريعة انا هترجمها لك عشان تسمع نطق الألمان. أنا نطقتهولك وابدأ بعد كده تسمع وتطبق بنطق الألمان. لو الفيديو اتمسح بكررها عليك أنا هحط لك اللينك في الديسكربشن وهتبدأ تسمعه تاني. والأنترتيتل أو السبتايتل عندك يا باشا، خده ترجمة على طول من جوجل، من ريفرسو، الأبلكيشنز كلها هتلاقيها على التليجرام موجودة عندك. تمام. يلا بينا.
zeigen wir euch die Zahlen auf Deutsch. لو أنا رجعت ثانية واحدة heute النهاردة zeigen wir euch هنعرض ليكوا هنوريكوا. طبعا السبتايتل الإنجليش أصلا، بس في ناس مش عندها خبرة في الإنجليش زي كده ما شاء الله، نص نص 50-50، فمش لطيف قوي معايا بصراحة، ما بحبوش. يعني هو أنا بعرف أتكلم بس أنا ما بحبوش، في عداوة ما بينهم. ففي ناس ممكن تبقى نفس الحاجة، فأنا هضطر إن أنا أترجم. فالمهم دي Zahlen الأعداد auf Deutsch يعني بالألماني. Heute zeigen wir euch die Zahlen auf Deutsch von 1 bis 100. Von ما قالتش von 1 ما قالتش 1 bis 100 لغاية 100. هناخد أول 10. Los geht's، يلا بينا. Los geht's. Jetzt zeigen wir euch die Zahlen von 1 bis 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. هي هترجع تعيدهم تاني بصورة أبطأ، فأنا مش هعلق على حاجة، ممكن ولا أسيبه لكم، مش عارف أسيبه. هي مش هتعمل شرح قوي يعني، لسه فاضل معانا دقايق فممكن يسيبوا عادي. Gutes Versteck, Janusz. Gutes Versteck يانوش هو الحاج أنا مش عايزة أقول الحاج يانوش عشان لو اتشهرنا قوي وبعدين نروح نصورنا يبقى شكلنا حاجة نيلة. المهم أستاذ يانوش، هي يانوش حبيبنا، هي يانوش. Gutes Versteck يعني كويس، مستخبي كويس، يعني جدع 100 ماشي، يعني تخفي جيد. أقولها لك إزاي مش عارف، مستخبي حلو. Jetzt الآن nochmal again مرة كمان langsam ببطء، بالراحة يا أخويا، بالراحة ركبنا وجعاني، بالراحة يا حبيبي، يلا. Nochmal langsam. 1. ما قالتش eins عادي. 2. 2 من الألمان، مش جايبها والنبي من عند عم السيد جارنا، من الألمان. اسمع ورد وكرر بالراحة خالص، الدنيا جميلة. 3. 3. 4. الفاو 4 مش فيا دي حاجة تانية، مش فيا مش فير، الكلام ده كله لأ. الناس اللي هتيجي تقول لك طب ما المهم نتكلم ألماني وخلاص والدنيا يا أخويا ماشي خلاص براحتك أنت. أنا بتكلم الناس اللي عايزة تصرف وتكلف وفعلا تنطق ألماني متعوب عليه. 5. ما قالتش 5 ولا قالت 5 ولا 5 ولا 5. 6. 7. لو انت لاحظت هنا قالت 7 وظهرت ان، ولكن في الكلام السريع هيخطفوها، فهي ممكن تكون عشان لسه unfinger. يعني انا بقول لك هنا قدام الفيديوز اللي قدام هتلاقي 7 في كتم كده حصل كانك اتخنفت فجأة، فدي هتلاحظها بعد كده في في الفيديوز التانية. 8. 9. 10. وكده خلصنا. نقدر نقول لو الفيديو عجبك ان شاء الله يكون عاجبك، اكيد مش هيعجبك يعني اكيد، يعني عشان نبقى صغيرين وبنسجل وفي الاخر تقولي ما عجبكش، ولو هو ما عجبكش هو مش مشكله خلاص، لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع. ايزي بيزي. لايك شير سبسكرايب، الكلام اللي هو المفروض الناس بتقوله يعني، عشان ابان ان انا صانعه محتوى وكونتنت كريتور كويسه. فاخبط اللايك وانت معدي، واديني كومنت حلو لو يعني قلبك صافي ونضيف. لو انت قلبك مش صافي ونضيف فمفيش مشاكل، الدنيا احنا طبعا بنهزر. استنى الفيديو اللي جاي هيكون من 10 ل 20، وبعد كده هنكمل الاعداد العشريه، ال 20 30 40 لغايه ال 100، وبعد كده تبدا الاعداد المركبه، ويبقى كده خلصنا الاعداد كلها. هخلي كل فيديو منفصل طبعا، بحاول والله بقلل لك، بس انا الحمد لله تقول لي ما تلوكيش اقول لك لا سيبني الوك فلوك، فمش عارفه الصراحه. فالمهم استنى الفيديو اللي جاي ان شاء الله، والى لقاء اخر ان شاء الله.